السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اليوم غنحضروا مع بعضياتنا طبق ديال اللحم ديال العراس المغربية اللي كنحتاجوا ليه الثوم والبصل، يعني على حسب الكمية اللي غنديروا ديال اللحم. كنطحنوهم في الماء كنوجدوهم. هذا من بعد ما غسلنا اللحم وغادي نقيوها من الشحمه الا كانت فيها كثيره بزاف كنحيدوها باش ما تجيناش المرقه ميدمه بزاف، لانكم كما كتعرفوا الناس دابا ولات كتعاني من الكوليسترول بزاف والدهنيات في الجسم. الكل ولا يقلب على الريجيم. هانتوما كيف كتشوفوا كنحيدوا الشحمه اللي كتكون زايده على هذه الطريقه. نتمنى الطريقه تبان لكم مزيان. كيف ما كتعرفوا الاعراس المغربيه ضروري من الاطباق المميزه الدجاج واللحم. كيف ما تتشوفوا حنا كملنا الكميه اللي عندنا ديال اللحم لقيناها من الشحمه، ودابا غادي ندوزو باش غادي نصاوبوا العطريه اللي غادي نطيبوا بها. عندنا هنا راس الحانوت اولا كما كنقولوا المروزيه ديال اللحم، تقريبا 2 معالق. عندنا هنا 12 كيلو ديال اللحم. نديروا الكركم، شفتم ملعقه ونصف كبيره. شوف انا اللي في الجنب واحد غتيجي طبق لذيذ ورائع. غير تبعوا الطريقه باذن الله غيجيكم زوين. فلفل اسود او الابزار، سكنجبير تا هو ملعقه ونصف. كاين عندها تحت نتمنىكم انكم تجربوا هاد الطريقه باذن الله غادي تنجح معاكم. استسمح على هاد الاصوات، سنحاول انني نسجل في وقت متاخر من الليل، ولكن سبحان الله عندنا نص معلقه ديال القرفه. ضفناها. غنديروا الملون الغذائي، باش كيعطينا لون زوين في اللحم. تنديروا الملون باش كتجينا المرقه لونها ذهبي وزوين، كتجيش اللون ديالها زرق. هذاك يطردقوا لا يطردقوا. كلامك هو الكبير. ترسوش ترسوش ان شاء الله غادي نخلي لكم المقادير ديال التوابل في الصندوق
ولايك، وبالتوفيق للجميع يا ربي. وكل من تيتمنى فرحة الله يوفقه ليها يا ربي يا كريم. غادي نضيفو قزبر يابس والضامات ديال البنة، واللي عنده زعفران الحر يدير الزعفران الحر احسن. الضامات ديال البنة ديال الزعفران. هانتوما كي غتشوفوها نفرتوها مع العطرية. درنا 3 هنا، شتي كاع 3 ديال الضامات ديال الزعفران. شويه تما صافي المرضي. رانا درت السمن وما وريتكمش اللقطه ديالته. وبالنسبه للملح حيت غسلنا حنا الدجاج هذا اللحم بالملح، غادي نضيفو غير كميه بسيطه. درنا شويه ديال الفلفله الحاره مدقوقه وشويه ديال التحميره باش كتعطينا داك اللون زوين. هنا ضفنا القزبر يابس. بالنسبه للتحميره غير نص معلقه، ما كاملاش كاع. قزبر يابس تقريبا معلقه ونص ديال القزبر يابس، كيجي فيه لذيذ، كيعطيه واحد الطعم غزال. غنضيفو الملحه. شفتوا شحال ديال الملحه، يعني ماشي كميه كبيره، على حساب الكميه ديال اللحم اللي عندكم. درت كرو. غادي نضيفو الماء ونبداو نشرملو. تنشرملو حنا كنحطو في الطنجره. الطروفه ديال اللحم اللي كتبان شويه غليظه يعني متينه كنديروها الوسط. وبالنسبه للحمات الصغار كنديروهم في الجناب صافي، وكنديروهم فوق الطنجره. كنديروا الطنجره يا ربي فوق من العافيه، كنخليوها حتى كتغلى مزيان. كنضيفوا ليها زيت العود او زيت الزيتون والزيت العاديه. انا رانا ضفت السمن مزيان باش نديرو صافي، وتنغلقوا عليها. عندها بشويه راه غادي تشوفي. تنخليوها حتى كطيب. مره تنطلعوا عليها لا تلصق ولا تحرق. في هذه الاثناء عسلنا البرقوق والزبيب. الزبيب محتاجينه للصفه والبرقوق للحم. هنايا البرقوق درت فيه القرفه والسكر سنيده وشويه ديال الزيت، تقريبا واحد المعلقه ونص. هنا عندنا 5 كيلو ديال السفه. هانتوما كي كتشوفوش السفه شعره. غادي نديرو ليها الزيت. نحاولوا اننا نقيوها لا بانت لينا فيها شي حاجه ولا. تنغلفوها بالزيت وكنديروها في الكسكاس. كنخليوها كتفور مزيان، يعني طلع الفار مزيان واحد المده نيت
هي هذيك. من بعد هانتوما شتينا درتها في الكسكاس، هي كتفور مزيان حتى كتشوك. حاولي انك تحطي عليها شي طرف ديال الثوم. من بعد ما فورات مزيان كنديروها في بانيو، وهذاك الماء اللي كنا كنفورو عليه طايب كنكبوه عليها. كيف ما تتشوفوا تنخليوها تقريبا واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق، وكنصفيوها. كنحاولوا اننا نغلبوا عليها الماء باش ما تعجنش. ها نتوما شفتوا واخد هذاك الماء اللي بقى في البرمه هو اللي تنكبوا عليها. من بعد ما كدوز ديك 4 دقائق تقريبا كنصفيوها ونخليوها تشرب مزيان وتسقطر. كنعاودو نرجعوها للبانيو. ما كنفيلمي حتى حاجه. كنفكوها مزيان، كنضيفوا ليها الزيت. هذا من بعد ما درنا لها المطايب باش ما كتكلكلش صفيناها. هانتوما شفتوها يعني من بعد الفوره الاولى. شوفوا تبارك الله كي دايره. ضروري من هذه العمليه باش ما تكلكلش. راه تجي على هذه الطريقه كتجي سهله، ويعني ما كتديش لك وقت كتير دغيا تبارك الله. هانتوما شفتوا كي كنضيفوا الزيت وغنضيفوا الملحه. وانتي عينك ميزانك، الا كانت رقيقه بزاف ديك 4 دقائق في الماء راه كتكون كافياها. يعني مباشره كديري ليها السكر والزبده وهذا وكتفوريها وتحطيها. الا بانت لك باقا شويه قاصحه كتزيديها فوره ثانيه. نديرو ليها الزيت باش ملي نعاودو ليها رشه اخرى ديال الماء باش كتزيد ترطب. بغيتي تعاودي ترشيها بالماء تجي مزيان. يعني كتبقى عينك ميزانك. هنا حنا غادي نعاودو نفوروها. هانتوما ضفنا الملحه باش كتعطي هذاك الطعم زوين ما بين الملحه والملوحه. الملحه والسكر كتصحح الطعم ديالها، كتجي لذيذه. وغنضيفوا لها واحد المكون اللي كيزيدها واحد اللذه رائعه. هانتوما غتعرفوا عليه معانا. هنا من بعد ما فورناها التفويره الثانيه، ها هي شفتوها حين سخونه ما قدرناش نحطو يدينا فيها بزاف. تنحركوها هكا في البانيو مع بعضها. غادي نضيفوا لها المكونات اللي غادي نصاوبوها بها: السكر والزبده. شفتوا السكر والزبده. وغنضيفوا المكون اللي قلت لكم عليه، نتوما غتعرفوا عليه معانا باذن الله. الزبده بغيتي كتحطيها هكايا. الا كانت الصفه بارده كتحاولي انك تذوبي الزبده وكترشيها بها. اما الا كانت الزبده هذه الصفه سخونه كتحطي الزبده عاديه كتذوب دغيا. ها هو المكون اللي قلت لكم عليه: الزا ديال الزهر، كتعطيها واحد الطيبه زوينه.
احنا 5 كيلو درنا فيها 2 ديال الباكيات ديال 2 ساشيات ديال الزهر باش ما تغلبش لنا تاني ريحه الزهر على الصفه. هانتوما كيف كتشوفوا كنحاول اننا ندخلو فيها المكونات هنا حيت كنفورو حنا شويه بشويه. داكشي علاش كنبان لك دايرين غير النص. هاد الجهه الاخرى راه فات لنا درنا ليها السكر والزبده. فهاد الاثناء اللحم ديالنا طابت ما شاء الله. هانتوما كتشوفوا اللون ديالها كيف داير زبيب حتى هوايا عسلناه. هانتوما كتشوفوا ما كاينش فيه الماء. دابا غنبداو نصبو باذن الله. اللحم ما شاء الله هشيشه ولذيذه تبارك الله وصلى على النبي. صافي بقات وخلي لي كرتون وحده وكون طلعت خليتو لينا ديك كتكوني كتغرفي الطبسيل الا لا نقادو خصو الجناب ديالو راه كنمسحوهم كيف كتعرفوا كاملين. لا ما كاينش ما كاينش حنا غير الدجاج نحاولوا نقادو الخلطه ديال اللحم في الطباصل كاينين نهضروا باش نقدموهم بطريقه زوينه. يصيفطوا هما جابوا صوتي عند قال لك داكشي زعما كنا غنديرو عليه نحطو الزبيب استغفر الله البرقوق واللي عنده اللوز يعني كيبقى التزيين على حسب كل اسره وكيف كتحب تقدم الترسيل ديال اللحم. كنديرو نزينوه بالبيض بالبرقوق بالتين بالمشماش يعني كل واحد وكيف كيبغي يقدم الطبق ديال اللحم. يعني واش الموجود في الدار كتمشي عليه. هذا هو الطبق ديال اللحم هانتوما كتشوفوا. بالصحة والسلامة. وهكذا قدمنا الصفة. كويس وا 15 كيلو اللي جابت كنحطوها سخونة ونتمنىكم تجربوا هاد الطريقة ديال اللحم والصفة. راه سهلة وبسيطة وكتجي لذيذة ما شاء الله. عارفين الصحة والراحة.